مساء الخير يا صديقي. أنا عارف إنك جربت كل الحلول ولسه حاسس إنك واقف مكانك. كتير مننا بيتردد يطلب المساعدة وبيفكر إن ده ضعف، لكن الحقيقة إن طلب المساعدة هو شجاعة ووعي. لما تكون مشاعرك زي القلق أو الحزن مسيطرة على حياتك اليومية، أو بتصحى الصبح تلاقي نفسك قلقان أو مش قادر تستمتع بحاجات كنت بتحبها، ده مؤشر قوي إن في حاجة محتاجة اهتمام. لما تلاحظ ان علاقاتك مع اهلك او شريك حياتك او اصدقائك بدأت تتأثر بشكل سلبي، او بتلاقي نفسك دايما في خلافات او بتتجنب الناس، ده معناه ان في ضغط نفسي بيأثر على تصرفاتك. ولما تلاقي ان الحلول اللي كنت بتعملها زمان زي انك تخرج مع صحابك او حتى ممارسة الرياضة ما بقتش تجيب نتيجة ومش بتحس انها بتنجح، ده معناه ان حل المشكلة اعمق من انه يتحل بالحلول التقليدية ومحتاجة خبرة متخصصة. صدقني، طلب المساعدة مش ضعف، لكن بداية قوية عشان تبدأ رحلة التعافي.